انا عايزك تحضر لي كوبايه القهوه بتاعتك او شويه الشاي بتوعك اللي انت بتشربهم وتسمعني، لان القصه دي بالظبط كانت من 5 سنين تقريبا. تمام. الساعه 3 الفجر كنت دايما ببص في السقف، مش عارف انا بعمل ايه في حياتي. يعني تقريبا من 5 سنين كان عمري 17 سنه، عدوا عليا هوا حرفيا كانهم يوم واحد ولا حاجه اتغيرت. ولما انت بتسمعني دلوقتي حرفيا يعني احتمال كبير ان انت كنت زيي او زيي في الفترة دي. تمام. كان عندي احلام كبيرة 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 جدا كمان. كنت فاكر اني مختلف، فاكر اني هنجح، بس كل يوم كان بيبدأ بنفس الجملة: خليها بكرة. لا، بكرة هذاكر، بكرة هبتدي ان انا اخد كورس، بكرة هبتدي اعمل، بكرة هغير فعلا حياتي، بكرة هعمل او هضيف الروتين بتاعي او فيما شابه. لحد ما بقى حرفيا بكرة دي بالنسبة لي هي عادة، كلمة أنا بقولها اتحولت لعادة بالنسبة لي. يا عم بكرة. ففي يوم صحيت كالعادة متأخر، فمسكت الموبايل بتاعي وابتديت إن أنا أسكرول فيه. 4 ساعات حرفيا راحوا في الموبايل من غير ما أحس بيهم. أنت متخيل؟ 4 ساعات طاروا، لحد ما فجأة قررت إن أنا أوقف سكرول. سألت نفسي سؤال بسيط: أنا بعمل إيه؟ والمرة دي يعني حرفيا ما كانش في اي اجابة. انا ما قدرتش ان انا اجاوب على نفسي. حرفيا اصعب حاجة حرفيا، خليني اقول لك، هي مش الفشل. اصعب حاجة ان انت تبقى عارف انك بتضيع وساكت على نفسك ومش عارف تعمل ايه او مش لاقي حل للموضوع بتاعك. كنت شايف حياتي حرفيا بتعدي، يعني زي ما يكون حد بيتفرج على فيلم ساعة ونص او ساعتين بالكتير. ال5 سنين او ال4 سنين او ال4 حتى ساعات عدوا هوا كأنهم دقيقة ال4 ساعات. فالمشكلة اني كنت برضو مرتاح، يعني انا مرتاح. اه والله بجد زي ما بقولك انا فعلا كنت مرتاح. ما ورايش حاجة، انا ما بعملش حاجة، مش مشغول، مش ورايا شغل، مش ورايا كذا. فين اللحظة دي؟ يعني حرفيا في اللحظة دي بقى فهمت حاجة واحدة بس: انا مش محتاج تحفيز. اي شخص بيستنى تحفيز اعرف ان هو هيعيش على التحفيز ده اكنه مؤثر خارجي بياخده. لو ما خدوش او لو نقص او لو ما لقوهوش في يوم، هو حرفيا مش هيشتغل. ففهمت حاجة واحدة بس: انا فعلا مش محتاج تحفيز. انا محتاج اكره الوضع اللي انا فيه. وضع ان انا افضل على التليفون طول اليوم او بال4 ساعات عمال اقلب من انستجرام فيسبوك ليوتيوب لكذا 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 لكذا، وعمال اخلص في النت واخلص في البطارية بتاع الفون واقعد اشحن والكلام ده كله. فعلا انا مش بكره نفسي او مش انا بكره نفسي، لكن كره للكسل، للشيء اللي انا بعمله بمعنى اصح، للتأجيل، للراحة الكدابة، لكل ده حرفيا. تمام. فمن ساعتها يعني حتى لأول مرة قررت ان انا اعمل اي حاجة، حتى لو انا سني صغير في الوقت ده، او لو كان حتى سني صغير في الوقت ده. اول يوم فشلت، تاني يوم برضو فشلت ان انا ابتدي انظم حياتي او ابتدي ان انا اقف على رجلي. بس الفرق ان انا فعلا ما وقفتش، انا كنت بقاوم نفسي. انا كل ده كنت بحارب في نفسي، كل يوم، كل دقيقة. مفيش شغف، مفيش حماس، بس في قرار. انت مفيش شغف، مفيش حماس، بس في قرار. هو في قرار ان شاء الله هيجي. تمام. لحد ما في فترة او في يوم من الايام قررت ان انا اعمل حاجة. ابتديت ان انا اعمل نظام بيقولوا عليه زي الدروب شوبينج، بجيب حاجات وابتدي ان انا ابيع بدون دخول في التفاصيل. وحرفيا ابتديت ان انا اعمل اول جنيه عن طريق تفكير وعن طريق مشروع ابتديت ان انا امشي فيه. تمام. فهنا بصيت لنفسي بصت اللي هو انا مش سعيد، لكن انا فعلا قدرت ان انا اسيطر على نفسي وابتدي ان انا اتحرك. حسيت ان انا لاول مره، هو ده مش شغفي او دي مش هوايتي ان انا اصلا اشتغل في الدروب شوبينج. كنت بحب التصوير جدا والتصميمات والكلام ده كله، هو ده مجالي دلوقتي الحمد لله. فحسيت الفتره دي ان انا فعلا قدرت اسيطر على نفسي. حسيت ان الاول مره بمسك حياتي بايدي، قدرت ان انا اتحكم فيها. ومع كل يوم كنت ببعد عن النسخه القديمه بتاعتي. تمام. اللي ضيعت مني حرفيا 5 سنين من حياتي ضاعوا هوا. وانا دلوقتي في سن ال20، فهو ده السن اصلا بتاعي اللي المفروض انت وانا نكون بنبني
نفسنا فيه. واصعب سن هيعدي عليك كشخص، يعني مش سن ال17، ممكن سن ال17 بسبب بس المراهقة تقابل فيه شوية مشاكل مع الأهل، ولكن السن ده هو سن التفكير، سن إن أنت تغير حياتك فيه. والحمد لله قدرت في الفترة دي إن أنا أتخطى وأمسك حياتي بإيدي، ومن مجال انتقلت لمجال تاني لحد ما ربنا كرمني. اتوظفت، سبت الوظيفة. بعد ما سبت الوظيفة ابتديت إن أنا أدور على حاجة أنا بحبها وعملتها، وابتديت إن أنا ألاقي فيها تطور ومسكت فيها، ولحد ما ربنا الحمد لله ابتدى إن هو يكرمني. فاللي أنا عايز أقوله لك إن أنت لو بتأجل وبتقول زي بكرة من 5 سنين لسه بتقول بكرة بعده، خليني أقولك إن مفيش بكرة. صدقني والله العظيم ما في بكرة. في قرار يا تاخد النهاردة يا تفضل زي ما أنت قاعد مكانك. أنا ضيعت 5 سنين من عمري، فقولي أنت ضيعت كام في الكومنتات.